سيدتي الجميلة، يومك سعيد. أهلا بيكي في يوميات البحث عن السيروتونين هرمون السعادة. النهاردة إن شاء الله في الفيديو هقولك على أهم الأماكن في بيتك اللي مع بداية الصيف ودخول الصيف كل سنة لازم ترشيها بمنتج برضه هقولك عليه. أنا بستخدمه بقالي 6 سنين، جربت حاجات كتيرة قوي علشان أقضي بيها على النمل وأتجنب دخوله ووجوده في بيتي. المنتج ده بقاله 6 سنين معايا، أثبت كفاءته بنسبة 100%، لكن استخدميه صح. وقبل ما نقضي على النمل لازم نكون فاهمين طبيعة الحشرة اللي احنا بنتعامل معاها، لأنها حشرة ذكية جدا ولازم نبقى فاهمين هي بتكون بيوتها ازاي. بالنسبة للنمل، أولا يا جماعة النمل في بيوتنا مش علشان وجود الحسد. النمل هو حشرة طبيعية موجودة في البيئة اللي احنا موجودين فيها، وأرجوكوا أرجوكوا تبطلوا تستخدموا الدين في الشعوذة. يعني ندخل على اليوتيوب نلاقي فيديوهات كتيرة جدا كلها الرقية الشرعية لطرد النمل للبيت، وجود النمل في المطبخ يعني سحر، أو عين أصابت ست البيت. وجود النمل في الملابس في غرفة النوم يعني حسد وعين أصاب الزوجين. أرجوكوا يا جماعة، الحسد مذكور في القرآن، وأنا إنسانة مسلمة ومؤمنة بالحسد، بس كمان مؤمنة إن ربنا أنزل لنا اللي يحمينا من الحسد. حاجة بسيطة جدا، قولوا الأذكار كل يوم، أذكار الصباح وأذكار المساء. الحاجة التانية إن لازم نكون مؤمنين إن لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. يا جماعة في ناس مؤمنة بالحسد أكتر من إيمانها بربنا. أنا عايزاكوا كده تتخيلوا معايا الغرب لو عندهم نفس المبدأ بتاعنا، إن كل حاجة بتحصل لنا في حياتنا نتيجة الحسد. نيوتن مثلا لو كان مثلا قاعد تحت الشجرة ولما التفاحة وقعت خبطت في وشه، لو كان مؤمن بموضوع الحسد كان هيقول اصل وانا جاي ماشي في الطريق قابلت صاحبي الفلاني وهو بيغير مني وبيحسدني، فعشان كده وانا قاعد راحت التفاحة وقعت على وشي. او لو الناس اللي ماتت من امراض السرطان زمان، يعني ناس كتير جدا قبل ما يكتشفوا مرض السرطان، واللي هو بينتج نتيجة حدوث ميوتيشن او تحور في خلية سليمة تتحول لخلية ملهاش دور او في العضو اللي هي موجودة فيه. يعني خلايا الكبد ليها شكل معين، خلايا الكلية ليها شكل معين، لما بيحصل خلايا العظم ليها شكل معين. السرطان عبارة عن ان الخلية بتطلع من غير ما تحدد هويتها، من غير ما تبقى زي بقية شكل خلايا الكلية أو زي بقية شكل خلايا الكبد أو زي بقية شكل خلايا العظام أو زي بقية شكل خلايا الدم، فبتبقى خلايا خبيثة. ناس كتير زمان قبل ما يكتشفوا السرطان وإن ده السبب الرئيسي ليه وإن هو ميوتيشن في الخلايا السليمة كانوا بيموتوا، والناس ما بتبقاش عارفة هم ماتوا ليه. لو احنا برضو لو الغرب كان عنده نفس المبدأ اللي عندنا ان كل حاجة حسد وكل حاجة عين، كانوا هيقولوا ان الفرد او الشخص اللي مات ده اصله كان مسافر ويا عيني اتحسد، واصل كان ليه جاره وكان على طول بيحسده وبيبصله. اي حد خايف من الحسد يتقي الله ويقول الاذكار ويحافظ على الصلوات الخمس، مش هيحصل له حاجة. زي ما ربنا ذكر الحسد في القرآن، الحماية من الحسد إنك تذكر الله. لعل بيجيلنا ابتلاءات كتيرة في حياتنا من ذنوبنا، فنيجي بقى نفكر لحلول عملية للنمل. نفهم الأول طبيعة النمل بيكون بيوت جوه الحيطان، احنا مش بنكون شايفينها، هو بيعمل شبكة جوه الحيطان. علشان كده لازم ندور على أي مخرج موجود في الحيطة ونرشه بالسم الخاص بالنمل. يعني أنا هقولك مثلا على حاجات مهمة جدا. عندك مثلا الوشوش بتاعة الكهرباء، لازم ترشيها كويس، هتفكيها كلها وهترشي الأطراف بتاعتها. أنا واحدة من الناس ما كنتش أعرف المعلومة دي لحد لما النمل طلع لي منها. لما تشوفي نمل بيمشي عندك بشكل عشوائي على الأرض متجمع على فرفوتة، ما تموتهوش وما ترشهوش في مكانه، لا خليكي ذكية.
افضلي تتبعي الخط بتاع النمل بيتواصل مع بعضه، يعني كل واحدة لو تاخدي بالك هتلاقيهم بيقابلوا بعض وزي ما يكون بيكلموا بعض، بيقولوا لبعض حاجة. افضلي ماشية ورا اللاين بتاعهم وشوفي هما طالعين منين. لما توصلي للنقطة اللي هما خارجين منها يبقى ده مخرج البيت بتاعهم. هتجيب السم بتاعك وهتموتي هترشي المخرج بتاعهم من الحيطة او من المكان اللي هما خارجين منهم. ساعتها عمر ما هيظهر لك نمل تاني. لكن المشكلة اللي انتوا كلكم بتعملوها ان انتوا بتجيبوا منتج اسمه الاكتوميثرين او منتج اسمه لاستر او وات ايفر، المنتج اللي انتوا بتجيبوه وتقوموا مخففينه بالميه ومسحين بالارض وتقولوا ساعتها ما بيبقاش فيه نمل. مفيش يومين 3 وتلاقي النمل ظهر تاني. ليه؟ لان بيته موجود والمخرج بتاعه موجود، محدش قرب له ولا حد موته ولا حد رش فيه السم، فيعرف ان هنا مش مسموح له انه يخرج من الخرم ده، فما يخرجش تاني. هنا عندي تجمع للنمل حوالين فراشة ميتة. أنا ساكنة في دور أرضي، فعندي قدام البسط على طول بتاعة الباب لقيت فراشة وحواليها نمل. هرش التجمع بتاع النمل؟ لا طبعا، كده غلط، هيظهر لي النمل تاني. هفضل ماشية ومتتبعة اللاين بتاع النمل طالع منين وهرش المخرج اللي هو طالع منه، لان زي ما قلتلكوا هو بيبقى عامل بيوت جوه الحيطان وشبكة جوه الحيطة، فانا بس برش المخرج بتاعه. طب بقية النمل ده هيحصل له ايه؟ اللي هتلاحظوه دلوقتي معايا وهوريهولكوا في الفيديو ان بقية النمل زي ما يكون بينتحر، بيموت نفسه اول ما بيلاقي الاشارات اللي بيقعدوا يقولوها لبعض وقفت ومفيش نملة بتقابل نملة بتقول لها الاشارات، بيحسوا ان في حاجة مش مظبوطة وان في اذى حصل في بيتهم اللي طلعوا منه، فبينتحروا وبيقفوا مكانهم وبيتشلوا ما بيتحركوش تاني. اهو زي ما انتوا شايفين كده هم لسه ماشيين في اللاين بعد ما انا رشيت البيت. بعد ربع ساعة بالظبط هنرجع لهم وهتشوفوا المنظر عامل ازاي. اهو بصوا، لاحظوا عدد كبير جدا من النمل، انا ما رشيتوش ولا عملت له حاجة، انا رشيت البيت بس. وقف في مكانه وتقوقع حوالين نفسه كده. النملة لفت حوالين بعضها كده ووقفت في مكانها ما بتتحركش. هي ما جالهاش اشارة تعمل ايه او تمشي فين او تروح فين، فبتحس ان في حاجة غلط حصلت فبتموت نفسها في مكانها. هتفضل واقفة مكانها كده ملفوفة حوالين بعضها وخلاص. كل دول دلوقتي هيقفوا دلوقتي حالا. انا سبتهم اهو ربع ساعة ورجعت تاني للمكان. شايفين اللي وقفوا مكانهم دول كلهم بينتحروا، بيموتوا نفسهم بنفسهم. انا ما رشتش عليهم اي سم ولا فضلت ارش التجمعات ولا الكلام ده. هو بيموت نفسه بنفسه اول ما بيقف الاشارات اللي بينقلوها لبعض. طيب ده بالنسبة لبره البيت، وانا هعمل لكم فيديو مخصوص لاي حد ساكن في الدور الارضي ان شاء الله ازاي يقضي على النمل ويعمل كنترول عليه اكتر من بره البيت، يعني في الجزء اللي هو بره البيت. طيب بالنسبة بقى لمطبخك، دايما نبدأ بالمطبخ لأن ده أكتر مكان بيكون فيه أكل. هنفضي كل الضلف اللي فيه. أنا عندي مثلا الضلفة دي فيها فتحات، يعني كان فيه جزء أنا كنت عاملة فيه فتحتين علشان أركب السخان الكهرباء وما ركبتوش وما احتاجتوش الحمد لله. والجزء اللي فوق كان فيه وش كهرباء كده. الفتحتين دول كان بيجيلي منهم نمل، والله كنت هتجنن. يعني انا كنت بفتح الضلف الاقي الضلف كلها مليانه نمل وانا مش عارفه هو جاي منين. لحد برضه اما جيت وقعدت اتتبع اللاين بتاع النمل، الخط بتاعه ماشي منين وجاي من فين. كنت بشك ان هو طالع من بين الرخامه بتاعه المطبخ، من تحت الرخامه بتاعه المطبخ، لحد ما فتحت الضلفة دي وكنت ناسية خالص ان انا عاملة فتحتين للسخان الكهرباء جوه الضلفة، ولقيتهم خارجين من السيراميك اللي من جوه ده. زي ما انتوا شايفين انا رشيتهم. كمان بقى في كل ضلفة هتجيبي قطنة كده وتبليها بالسم اللي هقولك عليه اللي هو بتاع رالي توكس، وهتقومي ماشية بالقطنة دي على الحواف كلها بتاعة الضلفة. يعني مش هنرش الضلفة بقى ونغرق الدنيا والكلام ده، لا انتي بس القطنة تكون مبلولة شوية وتقومي رشاها بيها. اهو يا جماعة بوريكم تاني، انا مرشتش التجمع ده خالص
وهو مات لوحده. بعد ما عملت الضلفة بتاعة المطبخ على ما رجعت لقيتهم كلهم واقفين مكانهم كده وخلاص يعني ماتوا. انا اسفة برضو، الحاجات اللي اقولك عليها دي ممكن تكون متعبة شوية، بس اعمليها خطوة بخطوة، قسميها على اسبوع مثلا. المطبخ متعلق بخروم في الحيطة بمسامير من فوق، ترشي الخروم دي اللي بيطلع منها النمل. آم، معلش انا اسفة طبعا على منظر التراب اللي فوق المطبخ، لسه بقى هننضف تنظيفة العيد ان شاء الله. بس ضروري قوي في الوقت ده من كل سنة ان انتوا الوقاية خير من العلاج. يعني من الاول كده تقفلي اي فتحات للنمل انها تدخل منها. الفيوتك عندي مقسوم نصين، القسمة دي كان بيطلع لي منها نمل، فانا رشيتها من دلوقتي، استحالة النمل يطلع منها تاني. النوع السم دوت بيفضل موجود في المكان وتأثيره بيفضل بالسنة موجود. طبعا انا مش دعوه بعداد الغاز، انا مش هقرب ناحيته خالص، لكن انا المواسير اللي محفور لها في الحيطه مكان كل مسمار هرش المدخل بتاعه. العلاقات بتاعه المطبخ، البوكس بتاع الصابون بشيله، ومن وراه انا مثبتاه بمسامير في الحيطه، برش برضو المسامير دي علشان كان بيطلع لي منها نمل. اي فتحه موجوده في الحيطه. لو السيراميك عندك فيه خروم، السيراميك ما كانش معمول، الاسمنت الابيض اللي فاصل السيراميك عن بعضه ما كانش متقفل كويس وفي خروم فيه، بيطلع لك منها النمل. فأرجوكي تحاولي تدوري على الخروم الصغيرة دي وترشيها، هي بتبقى باينة عامة، يعني بتبقى واضحة جدا. ممكن أول سنة لو انت لسه معزلة جديد ما يكونش عندك الفتحات دي، بس مع الوقت بتبان، علشان في صنايعية مع الأسف ربنا يسامحهم يا رب ما بيلتزموش ان هم يقفلوا شغلهم تقفيل نظيف. وشوش الكهرباء بتشيليها وبترشي حواليها وتركبيها تاني. دي الوش دوت كان طالع لي منه نملة قبل كده، فبقيت على كل وشوش الكهرباء اللي في البيت ألف عليها وأرشها بالراليتوكس. تعالوا معايا بقى كده نطلع على كرسي ونشوف كمان النمل كان طالع لي منين. شايفين الكرانيش اللي في السقف من فوق؟ شايفين الخرم الاسود الصغير ده اللي انتوا من بعيد مش هتفتكروا ان هو خرم، هتفتكروا حشرة مثلا واقفة عليه من فوق، او تجيبوا الزعافة وتمسحوها كده وخلاص. لا، ده خرم موجود في الكرانيش وكان طالع لي منه نمل. وادي بقية النملة اهي زي ما انتوا شايفين. انا بقى اكتشفت الخرم ده منين؟ كنت لما غسيل وسايباه جنب السرير علشان اطبقه، جيت لقيت الهدوم كلها نمل، متغرقة نمل. برضو ما موتوش على طول في ساعتها، لا انا فضلت متتبعاه لحد ما عرفت هو طالع منين واللاين بتاعه او الخط بتاعه جاي منين، ووصلت للخرم اللي موجود في الحيطة ده. مهم جدا برضو نلف على كل الشبابيك اللي موجودة في البيت، نرش الإطار بتاعها من بره، يعني المربع كله بتاع الشباك كده من بره نقوم رشينه. مهم جدا كمان الفتحات اللي ما بين السيراميك بالذات في الحمامات، دي بتكون مخرج للنمل. كل الفتحات اللي انا رشيتها معاكم دي قبل كده، دي بالفعل في ال6 سنين اللي فاتوا خرجني منها نمل، انا تتبعتها وعرفتها، وبقيت كل سنة خلاص انا حافظة اماكنها وبرشها. المدخنة بتاعة الغاز، بتاعة السخان الغاز، بنرش حواليها برضو كده. الفريم الخشب اللي بيبقى حوالين الابواب لو هو مشقق عن زي عندي كده، لو مشقق عندكم بالمنظر ده برضو طلع لي منه قبل كده. وده المنتج اللي انا بستخدمه بقالي 6 سنين، بجد جربوه مش هتندموا ابدا، فعال جدا. بس ارجوكوا في اليوم اللي هترشوا فيه لو في اطفال في البيت يفضل ما يكونوش موجودين، علشان ريحته بتكون قوية شوية. هي ريحته عامة مش بتزيد عن 3 ساعات، يعني 3 ساعات والريحة بتختفي من البيت. فممكن تعملي كل ده مثلا لو انتي هتقسميها لمدة اسبوع. كل يوم هتعملي فيه تكون قبل خروجه، قبل ما هم رايحين النادي، قبل ما هم رايحين المدرسة، قبل ما خارجين تزوروا حد، ترشي في المكان اللي انتي هترشي فيه.
ده المنتج ده موجود في كل المحلات المفروض اللي بتبيع مبيدات، بس أنا باجيبه من المصنع، والمصنع بتاعه موجود في شبرا الخيمة. علشان باجيب منه كمية كبيرة باشيلها عندي، لإن أنا بارُش حتى الجزء الخارجي المدخل بتاعي كله، لإن أنا ساكنة في دور أرضي زي ما قُلت لكم، فباحتاج منه كمية شوية علشان أرُشه فيها. ما تنسيش كل الأماكن اللي أنا لفتت نظرِك إن أنتِ ترشي فيها السم الخاص بالنمل، وهو كمان مبيد قوي جدًا للصراصير. وإن شاء الله مش هتلاقوا أي نمل في بيوتكم الصيف ده. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوه مع أصحابكم علشان يستفادوا، ويا رب يومكم سعيد ومليان هاي دوز من السيروتونين هرمون السعادة. مع السلامة.